أهلا بيكم. النرجسي الخفي مش بيضرب لأنه اتعصب، بيضرب علشان يربطك بيه أكتر. مش بيضرب علشان يعاقب، لكن بيضرب علشان يبرمج الضحية. يضربك وبعدين يطبطب، يزرع الخوف خطوة بخطوة لحد ما الضحية بعد الضرب تقوله أنا السبب. هو مش عنيف طول الوقت، لكن خبيث جدا جدا حتى في الضرب. بيضرب وبعدها يعيط، والنتيجة الضحية تتعلق بيه زي المدمن وتخاف من زعله أكتر من خوفها على نفسها. النرجسي الخفي ما بيخسرش، حتى الضرب عنده محسوب كويس جدا. علاقة النرجسي الخفي بالضحية علاقة غريبة جدا. النرجسي الخفي بيحتاج الضحية، لكن مش علشان بيحبها، ولا علشان يعيش معاها حياة مستقرة، ولا حتى علشان يتسند عليها. هو بيحتاجها علشان يعذبها علشان تحس بوجوده، يعذبها علشان تفضل شايفاه، يعذبها علشان يقدر يقول لنفسه أنا مش فاضي، أنا مهم، أنا ليا تأثير، أنا موجود. النرجسي الخفي مش بيشوف نفسه زي الإنسان العادي، هو عنده فراغ داخلي مرعب، صورة مزيفة لنفسه حاول يبنيها طول عمره علشان يغطي على إحساسه إنه عاجز وملوش قيمة. لما الضحية تكون موجودة هو شايفها مراية، عايز يشوف نفسه فيها دايما قوي مؤثر ما بيتنسيش علشان ينسى عجزه. لكن في الحقيقة إحساسه بالعجز بيخليه يرمي عجزه على اللي حواليه. يعني مش هيحس بوجوده إلا لو اللي قدامه كان عاجز زيه وأكتر منه. مش بيحس بوجوده إلا لما يشوف الضحية بتتبهدل علشانه أو بتتحايل عليه. مش بيحس بنفسه إلا وسط الألم والوجع. يعني الضحية لما تتوجع منه هو بيحس إنه ليه تأثير، لما بتبكي قدامه يحس إنه موجود، لما مشاعرها تتلخبط يحس كأنه عمل بصمة جوه دماغها، لما تتحايل عليه وتحاول ترضيه بيحس إنه مهم. ما بيحسش بنفسه إلا لو في حد تحت رجليه. بعد فترة من العلاقة مع النرجسي الخفي، النرجسي نفسه بيكون حرفياً محتاج وجود الضحية في حياته لدرجة الإدمان. بيكون مدمن عليها كأنها أصبحت جزء من كيانه النفسي، أو بمعنى أدق جزء من الوهم اللي عايش فيه. I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, you complete me. لما نكمل الفكرة مع بعض هنكتشف إن كلمة مدمن مش مبالغة مننا. النرجسي ما بيعرفش يحس بنفسه من غير مراية الناس. الضحية هي المراية اللي ما بتكذبش، لأنها بتديله كل أنواع الانتباه. خايفة منه، قلقانة، بتلوم نفسها، بتحاول تفهمه، بتجري وراه، بتحاول ترضيه. وجود الضحية بيديله الإحساس إنه موجود، مهم، ليه قيمة ومسيطر. مع الوقت بيتحول كأنه مدمن على رد فعلها، أصبح مدمن على اللي بياخده منها. هي بتفكر فيه طول الوقت، بتحاول ترضيه، بتسأل نفسها عملت إيه غلط، بتخاف منه، بتخاف من غضبه. كل ده بالنسبة له بنزين نفسي، أو اللي بنسميه سبلاي. لو البنزين ده اختفى النرجسي الخفي بيحس إنه اختفى. لما الضحية بتهرب منه تكون باردة معاه، بمعنى مفيش منها أي رد فعل، أو حتى ما بقتش متعلقة بيه زي زمان. النرجسي بيكون عنده نفس أعراض المدمن بالظبط: قلق، نرفزة، عصبية شديدة، مش قادر يتحكم في أعصابه ولا يتحكم في نفسه. يحاول بكل قوته إنه يرجعها تاني زي زمان، يرجعها ياخد منها أي رد فعل زي زمان علشان يهدى، يستفزها، يمثل عليها الحب تاني، أو حتى يكون عنيف معاها أو يضربها. وده بيأكد فكرتنا إن النرجسي الخفي مش بس بيحب وجود الضحية، لكن هو حرفياً مدمن وجود الضحية. ليه الجملة دي خطيرة؟ لأنها بتكسر الفكرة الرومانسية اللي الضحية ممكن تكون مصدقاها. يمكن بيحبني بس مش عارف يعبر، يمكن اتربى غلط بس هو من جواه طيب. لكن الحقيقة هو مش قادر يستغنى عنك، مش لأنه بيحبك، لكن لأنه مش عارف يعيش من غير العذاب اللي بتتحمليه
بداله. لو هنشبه النرجسي الخفي بجهاز، فالضحية بالنسبة له مش مجرد بطارية، الضحية هي السلك اللي لو اتفصل الجهاز كله بيفصل. يبدأ يراكم الضغوط والمشاعر السلبية لكن مش بيفرغها، يسكت، يطنش، يبعد، يسيبها تتحايل عليه، يحس بالسيطرة. لما الضحية تبطل تدي رد فعل يحصل له زي المدمن اللي جسمه بيفقد الجرعة. هنا ممكن النرجسي يضربها أو يضرب أو يكسر أي حاجة حواليه، يكسر أي حاجة، يرزع على الحيطة، يضرب طفل أو يهددها بالكلام أو نظرات كلها تهديد، أو حتى يهدد بالطلاق أو الانفصال. وللأسف الضحية بتفهم إن هو غضبان وبيفرغ غضبه، لكن الكلام ده غير صحيح. غياب الضحية أو تجاهلها للنرجسي أو حتى لما بطلت تتفاعل معاه خلى النرجسي زيه زي المدمن اللي محتاج الجرعة. والتصرفات دي كلها كأنه بيحاول يشدها تاني ترجع زي زمان وتتصرف زي زمان وترجع تديله نفس البنزين النفسي أو السبلاي. لو الضحية ما رجعتش تديله الانتباه اللي هو عايزه ممكن فعلا يضربها، لكن ضرب النرجسي الخفي ما بيكونش بهدف الإهانة. ضرب النرجسي الخفي كأنه تايه بيحاول يشد انتباه الضحية علشان يحس بوجوده، لأن تجاهل الضحية خلاه زي المجنون أو زي المدمن اللي محتاج الجرعة. التناقض التاني إنه نادرا ما بيضرب الضحية نفسها، غالبا بيخبط حاجة، يكسر حاجة، أو يضرب أي شخص تاني يشوفه ضعيف، كأنه بيقول لها انتبهيلي، انسي نفسك وافتكريني أنا وركزي معايا، وافتكريني أنا وركزي معايا أنا علشان أحس بنفسي، في غيابك أنا تايه ومش حاسس بنفسي. التناقض الأخطر لو الضحية ما رجعتش بيضربها بجد، لأن هنا بيحصل إنه فقد السيطرة، وهي دي أكتر حاجة بتخوف النرجسي. لما بيفقد السيطرة بيفقد وجوده ويفقد إحساسه بنفسه، كأنه جوه عقله لازم أخليها تفتكرني بأي تمن. بعد الضرب أو الانفجار بتلاقيه هادي جدا، أو يبدأ يمثل الندم، مش لأنه ندمان لكن لأنه خد الجرعة وارتاح. عايز يربط الضحية من جديد لكن بطريقة تانية. التناقض المرعب هو مش عايز الضحية تمشي، لكن كمان ما يقدرش يسمح لها ترتاح، لأنها لو ارتاحت سحبت منه أهم حاجة في حياته، إحساسه بنفسه. ليه بيمثل الندم بعد كده؟ طبعا مش لأنه ندمان إنه أذاها، هو بس ارتاح، خد الجرعة، خد رد الفعل. الضحية خلاص أصبحت منتبهة ليه ومركزة معاه، حس بوجوده كأنه خد الجرعة بالظبط. يرجع يمثل دور الندم علشان يربطها تاني. بصي أنا مش وحش، أنا مضغوط، أنا بحبك بس اتعصب. الضرب بالنسبة للنرجسي الخفي لحظة تفريغ وشحن في نفس الوقت، بيفرغ كل التوتر والضغط اللي جواه ويشحن نفسه من تاني. لما يشد الضحية ليه ويخليها تنتبه لوجوده حتى لو بالضرب، ساعتها بيداوي عجزه ويحس إنه قوي ومسيطر. بعد الضرب النرجسي ممكن يكون هادي جدا، حنين، يعتذر وأحيانا بيعيط، لأنه بيعيش اللحظة دي زيه زي المدمن. يحس إن الضحية مرعوبة منه، خلاص يبقى أنا قوي ومش عاجز. مرعوبة منه يبقى لسه موجود ولسه بتحاول تفهمه ولسه شايفاه، يبقى أنا مسيطر عليها وهي تحت رحمتي. الضرب عند النرجسي الخفي كأنه بيظبط العلاقة لما يحس إنها خرجت من إيده. الضرب بالنسبة له مش هدف، لكن بيربطك بالضرب، مش بيمد إيده ويضرب علشان يفرغ الضغط والتوتر اللي جواه. مش بيشوف الضرب كجريمة، لكن بيشوفها كلحظة سيطرة، لحظة فيها هو الإله والمشهد كله بيدور حواليه. بيضرب علشان يثبت إنه أقوى وإنك أضعف وإنك ملكه. كمان بيضرب بخبث رهيب جدا يخلي الضحية تتعلق بيه أكتر وتكون مربوطة بيه بالخوف مش بالحب. كتير من الضحايا بيتعلقوا بالنرجسي أكتر بعد أول ضربة، لأن الضربة ما كانتش عنف، لكن النرجسي بيختار اللحظة اللي يضرب فيها، لحظة الجو بيكون فيها متوتر وكله خوف وارتباك،
وقلق جوه الضحية وفجأة بيضربها. بعدها يرجع يمثل انه ندمان ويطبطب عليها او يعيط، كأنه بيزرع جوه عقلها فكرة واحدة: انا جرحتك صحيح، لكن انا الوحيد اللي يقدر يطبطب عليكي. انا اذيتك لكن انت السبب، وانا اسف مش هتتكرر. وهنا الضحية بتتعلق بيه تعلق مرضي بنسميه تروما بوند، بيخلي عقلها يتبرمج مفيش امان غير معايا. يعني بيقولك انا الوحش اللي يخوفك، بس برضو انا الحضن وقت الخوف. وهنا تلاقي الضحية أصبحت متعلقة بيه تعلق مرضي. نفس الشخص اللي بيأذيها هو اللي بيحسسها إنه مصدر الأمان، وده بيخلي الهروب من العلاقة أصعب بكتير. بعد ما يضربها يمثل عليها الندم: أنا بكره نفسي إني مديت إيدي عليكي، بس أنتي اللي بتطلعي أسوأ ما فيا، ما تسيبنيش، أنتي الوحيدة اللي فهماني. وهنا الكارثة بتحصل. الضحية مشاعرها متلخبطة، خايفة منه لكن متعاطفة معاه لأنها شافته ضعيف. بعد الضرب مرعوبة منه لكن حسسها إنه ما يقدرش يعيش من غيرها. مرعوبة لكن وعدها أو اداها وعود كذب إنه هيتغير، واللحظة دي بتفضل محفورة جوه عقلها. مش لحظة هروب علشان تهرب من العلاقة، لكن لحظة فيها ألم ووجع وكمان حب. والنرجسي يكون ربطها بيه عن طريق الضرب، مش بس خوفها لكن كمان عمل لها تشويش نفسي من غير ما تحس. بيوجعك ويرجع يلمك علشان كل ما تفتكري الضرب تفتكري كمان الحضن اللي كان بعد الضرب.